حنا ما باغيينش الحرب. غلبناهم في السياسه، غلبوهم حتى في الحرب، ولكن حنا ما باغيينش الحرب. والله حنا باغيين السلام. شنو يقولوا علينا امريكا واليهود شنو غادي يقولوا علينا؟ العرب كيدابزوا مع بعضيهم. خنز يا صديقي، والله الخنز. ولكن انا كنشوف قريبه 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 جدا النهايه تشنقريحه، والنهايه التبن، والنهايه العصابه اللي مع التبن وشنقريحه. والله قريبا، وغادي يتحرر الشعب الجزائري خاوه خاوه. اقسم بالله لا قريبه كنشوفها مننا. كملوا. المغرب ترتكب الكثير من الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية للشعب الصحراوي. باينه. زميلي من المغرب حق الرد لأنه عرض وجهة نظره، وعرضت أنا وجهة نظري بدوري، ولكنه يبدو أنه يود أن يحدث جلبة ولم يفهم صميم كلمتي. كانت كلمة انبنت. مع مين كتكلم يا عمر هلالي؟ مع مين كتكلم مع عمار بن جامع. عمار بن جامع راسو قاصح، ما تفهموش شنو عنده في راسو يا صديقي العزيز. ما كيعرفوش يحلوا، هما كيحلوا اللي بغاو هما. يعني عندهم مناظر كيشوفوا اللي بغاو، فهمتيني؟ اولا كيسمع اللي بغاو، ما سمعش الكلمات اللي قلتي نسينا يا صديقي. كملوا. على التركيز على المستقبل. وضح له. وكانت كلمة تتحدث عن السلام وتسوية المنازعات والسعي للتنمية والرخاء والتكامل الإقليمي. أما هو فهو عالق في منطق النزاع. والله عالق في منطقة النزاع. خصو غير يدابز. انا قلت لكم، انا كقاعد من نفسي يا صديقي. انا نشوف انسان نتكلم يعني بكل صدق، نشوف الانسان نعرفه على من ناوي يا صديقي. انا قلت لكم، هو قال لكم عمر هلالي. يعني المندوب الجزائري شاف غير الحاجات اللي ماشي مزيانين، ما شافش الحاجات اللي مزيانين اللي قالهم يعني عمر الهلالي. يعني خصو غير الدابيزه، خصو غير النزاعات. لا حول ولا قوه. لقد نسي في كلمته أن المتحدثين في هذه القاعة أعربوا عن دعمهم على مدار سنوات طويلة لمبادرة المغرب للحكم الذاتي. شفتوا السبع قال لهم هادو اللي جالسين هنايا دابا، اللي حاضرين دابا كاملين اعترفوا بالصحراء المغربيه. شنو ديك هاد الشوهات؟ يعني انت كلشي ضدك. شوف خليه هو يتكلف عاودي، الله يجازيكم. المتحدثون كذلك دعوا الجزائر للعودة مرة أخرى لطاولة المفاوضات، ويبدو أن الجزائر تعاني من نوع من أنواع الشيزوفرينيا. بالعلا. هذا أمر منطقي من جانب، ولكن من ناحية أخرى والله بهدلوا. كتعرف ديك كلمة بهدلوا أمام العالم؟ أبهدلوا. لا باش قريحة ما عرفناش شنو غادي يعمل. سمعنا شي خبر من هوك، قال لك اسيدي باغي يتحارب. الله يستر يا سيدي يا ربي. ما عرفناش، والله ما عرفناش، باقي ما عرفناش. واحد صحيفة من إيطاليا عرفتي قال لك بأن الجزائر ناويين الحرب. الله أعلم. الله يستر يا سيدي يا ربي. هادو يقدروا يعملوا واحد راسهم حاشاكم، فهمتي؟ ما خصو والانهزام صعيب الانسان ينهزم صاحبي امام العالم. يعني ما رضاوش، ولكن ما يقدوش على المغرب. ولكن حنا ما باغيين، شوف حنا ما باغيينش الحرب. غلبناهم في السياسه، غلبوهم حتى في الحرب، ولكن حنا ما باغيينش الحرب. والله حنا باغيين السلام. شنو يقولوا علينا امريكا واليهود شنو غادي يقولوا علينا؟ العرب كيدابزوا مع بعضيهم. خنز يا صديقي، والله الخنز. ولكن انا كنشوف قريبة جدا النهاية تشنقريحة، والنهاية التبن، والنهاية العصابة اللي مع التبن وشنقريحة. والله قريبا، وغادي يتحرر الشعب الجزائري خاوة خاوة. اقسم بالله لا قريبة كنشوفها مننا. كملوا. إنه يدعو هذه اللجنة للتصرف، ولكنه يغفل الدعوة لمجلس الأمن. وتلك ليست محض مصادفة، فمجلس الأمن بالفعل ألزم الجزائر بالتصرف، ومجلس الأمن
هو الهيئة التي تقرر من الذي عليه أن يطلع بالتدابير، والجزائر تفضل أن تتجاهل هذه المسألة وتتجاهل البيانات التي سمعناها هنا في هذه القاعة. سيدتي الرئيسة، جدول أعمال لجنتنا يتضمن 5 بنود ومجموعة من البنود الفرعية، بما في ذلك القضية الفلسطينية ولبنان والأراضي العربية المحتلة. وأخي السفير من الجزائر كل مرة على مدار 5 سنوات أصر على عدم التطرق لأي مسائل غير مسألة الصحراء. وأما عن موقف الجزائر في المسائل الأخرى فلا نسمعه أبدا. الجزائر مهووسة في مسألة أخرى ما كنسمعوش الجزائر كتكلم عليها، مسألة د القبائل ومسألة د مالي ومسألة د الهند ومسألة ما كتكلمش عليها. هما داخلين له من تما كياكلوا له في الأراضي ديالهم ما كيتكلموش عليها. سمعت انا كاينه قتله في هذاك الاتجاه ما كيتكلموش عليه. انا سمعت بان كاينه السيطره في هذاك الاتجاه ما كيتكلموش عليه. مهووسين بالصحراء، مهووسين بالصحراء، ينعاش شي قريحه ينوض بالصحراء، ينعاس تبو ينوض بالصحراء. ما كاين الطاسه والقرطاسه والصحراء. الطاسه شوف اللي كيضرب الطاسه بزاف، سمعوني، ملي كيضرب الطاسه بزاف دائما كيبقى دائما يدور في نفس البلاصه ديالو، في نفس اللوامه. فهمتوني؟ يعني كيبقى يدور بلاصتو، يعني الصحراء يبقى يدور غير على الصحراء، كينسى داكشي هذا. ولكن الانسان اللي كان منفتح راس ديالو منفتح غادي يتكلم على هادي ويتكلم على هادي ويتكلم، يعني يكونوا عنده غادي يكون عنده بزاف ديال الحاجات اللي غادي يتكلم عليهم. هو لا الطاسه والقرطاسه ينوض الصحراء، الطاسه والقرطاسه ينوض الصحراء، كتبان له غير الصحراء. اما الانسان اللي مكلف بالدبلوماسيه او مكلف بدوله لازم يفيق ويشوف الحاجه اللي تصلح للجزائر، الحاجات اللي غادي تصلح للجزائر. هما لا طاسه وقرطاسه الصحراء، طاسه وقرطاسه الصحراء، وفي الاخر خسروا في الدبلوماسيه للصحراء. بهذه المسألة فحسب. وردا على كلمته حين يتحدث عن الشعب الصحراوي، لا يوجد شعب في هذه المنطقة، هناك بعض السكان في هذه المنطقة، وجزء من هذه السكان أجبره الجيش الجزائري والبوليساريو على المعيشة في مخيم تندوف. إذا أراد أن يتحدث عن الشعب، عن شعب المنطقة، ليس عليه إلا أن يفتح هذه المخيمات ليرى ما إذا كانوا من الصحراويين أو الجزائر أو كانوا لاجئين من مالي ومن مناطق أخرى. وأود أن أؤكد أنه لا يوجد تعريف واضح لكلمة people أو شعب. حتى والله بهدل الدبلوماسي الجزائري عمار بن جامع، عمار بهدلو. قالوا فتحوا وندخلوا نشوفوا. قالوا في الاول بان الصحراء فيها بعض الناس انتم اللي احتجزتوهم تما، مالي جبتوهم تما، ولكن فتحوا لنا ندخلوا نشوفوا. عنجبوا ما كاين حتى شي حاجه. عنجبوا الناس ماجين مالي، الناس كتقولوا بان يعني الشعب الصحراوي ما كاينش الحبات تما. بهدلوا. لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأفريقي لم تتمكن حتى اليوم من توفير تعريف واضح لكلمة الشعب أو people، لأن المتحدث أحيانا ما يشير إلى الشعب وأحيانا ما يشير إلى السكان. هناك سكان في المغرب وهناك لاجئون. صافي كيتكلم على الشعب والسكان، الشعب والسكان ما عندهمش شي حاجة فوق الشعب والسكان. يا ربي لا تحمقية في الجزائر. أما عن مسألة تقرير المصير، ربما نسي أن يقرأ مبادرة المغرب للحكم الذاتي، لأن هذه مسألة حساسة. ولكن هذه المبادرة تسمح باستفتاء شعبي في نهاية المفاوضات، وشعب وسكان الصحراء المغربية سيكون له أن يقرر ما إذا كان يوافق على هذا الحل. ومن يعيشون في هذه المخيمات هم من سيصوتون على الحل السياسي والاتفاقات التي يوفرها مجلس الأمن، تحديدا الحلول القائمة على توافق الآراء والحلول التوفيقية
على نحو مستدام. علينا أن نعود إلى الموعد المستدير، حسابات. وعلى الأطراف الأربعة أن تتحلى بمسؤولياتها حتى تصل منطقتنا إلى السلام والاستقرار. وحتى ذاك الحين ستستمر المغرب في مسارها من أجل تنمية المنطقة. ما شاء الله عليك يا عمر الهلالي غزانة، تبارك الله، والثبات وعارف شنو كتقول ومنظم، والشخصية والكاريزما اللي انت كتشرف المغرب. ما شاء الله عليك، وكتهز بغاية غاية المغرب، كتهز بالمالك، الله ينصرو. تحياتي ليك وتحياتي لك وتحياتي لك، والسلام عليكم. خليكم مع التبهديلة، والله بهدلوه. السلام عليكم.